دلوقتي بكرة أحلى مع رشا حافظ على راديو أور. مساء الخير أعزائي المستمعين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج بكرة أحلى. بكرة أحلى لأن انتوا فيه، بكرة أحلى لأن انتوا اللي هتعملوه. النهاردة موضوع حلقتنا يهم كل ست، هنتكلم فيه عن الرياضة والرشاقة لست البيت. طبعا كلنا عارفين ان الرياضة مهمة جدا، بتحافظ على صحة الست وكمان على رشاقتها اللي هي مهمة جدا. أي ست بيهمها ان يكون وزنها مثالي وكمان صحتها حلوة عشان تقدر تقوم بأعباء بيتها. النهاردة هنتكلم في الموضوع ده مع ضيفي اللي بينورني كابتن محمود مهدي، مدرب لياقة بدنية. تعالوا مع بعض نرحب بيه. أهلا بيك يا كابتن محمود، نورتني، نورت راديو أور. اهلا بحضرتك يا فندم، وانا بحييكم طبعا لحسن اختياركم لمواضيع الشيقه والمفيده، اختياركم للرياضه بصفه عامه ولرياضه السيدات كمان بصفه خاصه، خصوصا حاليا من حوالينا كتير صالات رياضيه ومراكز شباب ومنتزهات كتير واماكن عامه تصلح للتريض، وده طبعا بيحمسنا اكتر لممارسه الرياضه. طيب يا كابتن محمود، في البداية كده عايز حضرتك تعرفني ايه أهمية الرشاقة أو الرياضة بشكل عام بالنسبة للمرأة وخصوصا ست البيت. طبعا أهمية الرشاقة والرياضة للمرأة، طبعا المرأة هي عمود المنزل، يعني من ناحية رعاية الأبناء ونظافة البيت وكل الروتين اليومي بيحتاج منها جهد وتعب. لو صحتها مش كويسة أو اللياقة عندها مش كويسة مش هتقدر تؤدي الأعمال دي، أو هتؤديها بس هتلاقي نفسها بتتعب بسرعة. يبقى احنا الرياضة بتاعتنا بتخلينا نقدر أولا كده نأدي الأعمال بتاعة اليوم بتاعنا من غير ما نحس بتعب. طلوع السلم، نجيب حاجه من مكان عالي، وقتها اقدر اقول ان انا عندي لياقه بدنيه، ان انا بادي الروتين العادي بتاع يومي. بنزل بروح الشغل، اطلع سلم عالي، اشيل كرسي، احط حاجه في مكان عالي من غير ما يبقى عندي تعب ولا ان انا احس بهبوط مثلا. أكيد طبعا أكيد طبعا ست البيت محتاجة يكون صحتها كويسة، لأن أعباء البيت بتكون متعبة جدا جدا، فمحتاجة فعلا رياضة أو ممارسة رياضة عشان يكون صحتي إلى حد ما أقدر أمارس الأعباء دي وأنا مرتاحة نفسيا. طيب هل في وقت معين يا كابتن محمود لممارسة الرياضة؟ يعني الصبح أفضل، بالليل، من وجهة نظر حضرتك طبعا؟ بالنسبة لأفضل وقت لممارسة الرياضة، طبعا هي الرياضة مفيدة وكويسة في كل وقت، لكن طبعا يفضل في الفترة الصباحية. لو نفطر وبعد الفطار بساعة يكون الأكل كده اتهضم. طبعا أكل الفطار بياخد حوالي ساعة عشان يتهضم، أكل خفيف، غير أكل الغداء. وجبة الغداء بتقعد من 2 ل3 عشان تتهضم. بعد الفطار كده بساعة نكون عندنا طاقة ونلعب بعض التمارين. طيب في ناس مش بتفطر، في ناس بتصحى تقدر تلعب الرياضة دي وهي هيفطر لما يوصل شغله مثلا، يلعب شوية تمارين كده مثلا 20 دقيقة 30 دقيقة زي ما هو هيقدر يلعب من أول 15 دقيقة، وبعد كده يشرب حاجة أفضل من المية. يعني إيه حاجة أفضل من المية؟ يعني عصير فريش، عسل مع مية دافية، حليب، حاجة أفضل من المية عشان تديله طاقة. وبعد كده هينزل شغله وهياخد أول وجبة اللي هي وجبة الفطار في الشغل. إيه الفرق بقى إن هو يلعب رياضة بالنهار أو يلعب رياضة في الفترة المسائية؟ الفترة الصباحية خصوصا للسيدات بيكون فيها نسبة حرق الدهون عالية، يعني لو حابب تحرق دهون هتلعب رياضة في الفترة الصباحية، وده هيقلل لنا كمان ضغط الدم. يبقى بالنهار بنحرق دهون وبنقلل ضغط الدم. في الفترة المسائية أنا كده أخدت وجبتين بقى، أخدت وجبة فطار وكمان وجبة غدا وبقيت في الفترة المسائية. فعشان واخد وجبتين الطاقة عندي عالية، هقدر أشيل أوزان أكتر، هقدر أعمل تحمل أكتر. لو أنا بلعب تمارين في البيت بدون أوزان، التحمل الأكتر أو الأوزان العالية هتزود عندي العضلات، هتزود عند السيدات العضلات في الجزء العلوي زي الأكتاف، زي الصدر، زي الظهر من الناحية العلوية. ده الفرق ما بين الصباحي والمسائي. لا خبر، لا عضلات ايه؟ يبقى اكيد طبعا، يعني يبقى اكيد طبعا الفترة الصباحية او الرياضة الصباحية هي انسب كتير جدا وخصوصا لست البيت.
آه طيب يا كابتن محمود، برضو هتكلمنا عن أهم أنواع الرياضة أو إيه هي الرياضات المتاحة للسيدات بالذات. لا يعني دلوقتي الرياضة المناسبة للسيدات، يمكن السؤال ده كان لو اتسألناه زمان شوية كنا هنقول لعبة كذا لعبة كذا. لا دلوقتي أي رياضة مناسبة للسيدات. دلوقتي بقت عندنا سيدات بيلعبوا ألعاب عنيفة، ألعاب منازلات، ألعاب كمال الأجسام ورفع الأثقال والكاراتيه والكونغ فو والكيك بوكس، الالعاب اللي هي زمان كنا بنصنفها للرجال. ده غير طبعا الالعاب الجماعيه، عندنا كره قدم وعندنا كره طايره وعندنا العاب كتير جدا تنفع للسيدات. ما بقيش تقريبا في لعبه مش بيشارك فيها السيدات. لكن احنا ممكن نختار لعب معينه لو في دماغنا هدف معين. يعني لو انا مثلا بلعب الرياضه دي علشان عايز تخسيس وانا بلعب بالهدف دوت، لا غالبا بيكون تنس الطاوله، تنس الارضي، الاسكواش. الالعاب دي فيها جري كتير قوي وحرق سعرات عاليه، فاحيانا تميل ليها المراه بهدف ان هي علشان التخسيس. لكن اي لعبه طبعا رياضيه مناسبه للمراه. طبعا يبقى هو كل الرياضات دلوقتي متاحه للمراه بالفعل، وبتحصل بطولات، او يعني بيبقى في مثلا بطولات دي بالنسبه للست الرياضيه اللي عايز تلعب اللعبه وتاخد بطولات وكده. لكن بالنسبه لست البيت او الرياضات المناسبه لست البيت اللي عايزه بس تخس او يكون بصحه جيده، اكيد طبعا رياضات معينه، رياضات خفيفه. واعتقد المشي العادي بيعتبر رياضه يا كابتن. طبعا طبعا. ده المشي مش بس يعتمد عليه كرياضه، ده من اهم الرياضات. المشي من اهم الرياضات. يا ريت كل الناس تمشي، يا ريت الناس كلها تمشي من 45 دقيقه لساعه في اليوم. هيزود نشاط الدوره الدمويه عنده، هيحسن اداء القلب، هيحسن اداء الرئتين، مش هيخليه يعاني من مشاكل المفاصل. حاجات كتيره جدا مفيده للمشي. هو بس ليه شويه رولز. بنمشي يفضل بيكون بزي رياضي عشان ما يعمليش احتباس حراري جامد. يكون كمان بكوتشي رياضي علشان اقدر امشي مسافه طويله من غير ما احس بتعب في القدمين. بيكون في ارتخاء في العنق، في ارتخاء في الكتفين، بمشي باريحيه كده مش مشدود، وبمشي طريق مستقيم. احاول اختار كورنيش، مكان للتريض، مكان مفتوح اقدر امشي فيه بسرعه منتظمه عشان ما اقدرش كل شويه اقف وامشي اقف وامشي. فبنعيد من الاول التمرين. يفضل المشي لو ساعه او 45 دقيقه يكون باستمرار، ما يكونش فيه توقف في النص. لكن طبعا المشي من الرياضات المهمه جدا جدا، جميع علماء الرياضه وصوا عليها طبعا. طبعا دي نصايح مهمة جدا، ولازم كلنا عشان فعلا يبقى المشي رياضة ويجيب نتيجته لازم طبعا نسمع كل النصايح اللي حضرتك قلتها. وطبعا النصايح مهمة ورولز لازم كلنا نمشي عليها. لكن طبعا احنا اغلب الستات بتعمل رياضة علشان التخسيس فعلا. فهل يا كابتن في حاجة اسمها مشروب سحري فعلا؟ في كده ان انا ممكن الاقي مشروب او اشرب مشروب يغنيني عن الرياضة او ايا كان؟ بالنسبة لقصة المشروب السحري، هو مش مشروب سحري ولا حاجة. هي في مشروبات بتعمل ايه؟ بتزود سرعة الحرق عندنا. طيب هل هي سحري؟ يعني وانا قاعد في البيت ولا بلعب رياضة وباكل براحتي وهشرب المشروب ده هخس؟ لا، اللي بيوصل الصورة دي لا مش صح. هو بيزود سرعة الحرق عندنا، بيزود عملية الايض عندنا. زي ايه؟ زي مثلا الشاي الاخضر، زي اليانسون بالكمون، زي القرفة بالجنزبيل، زي عندنا القهوة الخضراء. المشروبات دي كلها بتزود سرعة الحرق، بتزود سرعة الحرق مع اتباع حمية رياضية، مع اتباع نظام غذائي. لازم اتباع الحمية الرياضية، يعني ألعب رياضة زائد نظام غذائي ما يكونش عالي السعرات، يكون قليل السعرات. وبالمشروبات دي بتساعد، هي مكملة بتساعد. فده حقيقي في مشروبات بتزود سرعة الحرق، لكن مش بنوصل ان هو مشروب سحري فهيخسسنا واحنا قاعدين في البيت، لا طبعا. طيب كلام جميل جدا وكلام مقنع جدا. بس بما اننا اتكلمنا عن المشروب السحري، طبعا حضرتك عارف ان في الفترة الاخيرة اولادنا كلهم بياكلوا الاطعمة السريعة والتيك اواي والبرجر والحاجات دي كلها. طبعا الحاجات دي كلنا عارفين انها مش صحية قوي. طب يا ترى في بدائل ممكن تكون صحية او يعني الولاد ياكلوها بشكل صحي تحافظ على صحتهم وفي نفس الوقت يعني يكونوا حابينها؟ دي الازمه طبعا اللي بنعاني منها، الجانك فود، التيك اواي، الوجبات السريعه اللي مليانه سعرات حراريه عاليه قوي. ياكلها الطفل من هنا او الكبير كمان من هنا ويحس بنشاط عالي قوي، بيحس باشباع. لكن هي طبعا
زيرو فايدة، ما فيهاش اي فوائد. هي بتدي طاقة بس، وبعد شوية الطاقة دي بتفصل. الحاجات المصنعة، اللحوم المصنعة، الجبن المصنعة، الحاجات اللي فيها دهن نباتي، الحاجات دي مفروض نبحث عن بدائل خصوصا لأبنائنا وأطفالنا. طيب زي ايه؟ يعني ابنائنا بيحبوا مثلا الحاجات اللي فيها مواد حافظه، السناكس اللي فيها مواد حافظه، المقرمشات نفس الكلام. طيب نقدر نعمل له مكسرات، نجيب فول سوداني، نجيب عين جمل، نجيب مكسرات. طيب نقدر نجيب فشار. الفشار سناكس كويس جدا وافضل من الحاجات اللي فيها مواد حافظه. طيب عندنا كمان في الاكلات بدل اللحوم المصنعه نقدر نعمل بانيه في البيت، نقدر نعمل دجاج في البيت، نقدر باللحوم نعمل اكتر من شكل يكون مرضي لابنائنا. الاكلات نفسها اللي بتتعمل بره البيت دي بشكل دهون مهدرجه وزيوت مهدرجه، نقدر احنا نعملها في البيت هي بس باللحوم الطبيعيه بتاعتنا. بدل ما نشرب مثلا الحاجات اللي فيها مبيضات والحاجات اللي فيها فوم والحاجات دي، لا مثلا نشرب قهوة. بالنسبة للناس الكبار مثلا المياه الغازية دي من الحاجات اللي بتعمل هشاشة في العظام وليها أضرار كتير جدا. نقدر نشرب عصير فريش. يعني هي دي البدايل. إن أنا لو أنا عايز وعندي إرادة وعايز أتغير وعايز يعيش بشكل اتباع نظام غذائي صحي، لا هقدر ابحث عن البدايل. في ناس بقى بتقنع نفسها ان لا مفيش بدايل وانا متعود على الصنف ده او متعود على المنتج ده. لا طبعا نقدر نلاقي بدايل صحية خصوصا لابنائنا اللي طالعين عشان يبقوا متأسسين صحيا كويس. اكيد طبعا هو في بدايل كتيره، لكن لو احنا فعلا زي ما حضرتك قلت عندنا استعداد او مستعدين ان احنا نعمل ده ونستغنى عن العادات اللي احنا تعودنا عليها وعلى الاطعمه اللي طعمها حلو اللي بتيجي من بره بشكل معين، طبعا ده دور ست البيت فعلا انها لازم تحاول انها توجد البدائل دي بشكل حلو ومحبب لابنائها. كابتن محمود، الحقيقه الحلقه فعلا انا شخصيا استفدت منها جدا، واكيد كل ست بتسمعنا استفادت منها. بشكرك جدا جدا على كل النصايح اللي قدمتها لنا، وبشكرك جدا على وجودك معنا في راديو اور. شكرا لحضرتك وشكرا لراديو اور وشكرا على المواضيع الجميلة دي اللي بنتناقش فيها، اللي هتفيد ان شاء الله السادة المستمعين ويكونوا قدروا يخرجوا من الحلقة دي بمعلومة تفيدهم في حياتهم الشخصية ان شاء الله. أعزائي المستمعين، وبكده انتهت حلقتنا النهاردة. كانت الحقيقة حلقة مهمة جدا ومفيدة جدا، اتكلمنا فيها عن الرياضة المخصصة لست البيت. كابتن محمود مهدي الحقيقة ادانا نصايح كثيرة جدا مهمة جدا. أشكركم مستمعينا، انتظرونا حلقة جديدة وبرنامج بكرة أحلى. استنونا الحلقة الجاية بكرة أحلى مع رشا حافظ. الإخراج دكتور مايكل صفوت. راديو اور، غير مودك.